تخيل كده إن زلزال رهيب بيضرب العالم وما بيفضلش غير شوية ناجين بيواجهوا الجوع والفوضى والخوف. بس لحسن حظهم إن معاهم صياد قوي بيحميهم وبيحاول يعيشهم في أمان، لحد ما بيكتشف إن في دكتور بلا رحمة بيجري تجارب وحشية على الناس. وقتها بيقرر الصياد ومعاه صاحبه الشجاع يدخلوا المواجهة دي علشان ينقذوا الضحايا واللي منهم جارته. فجهز نفسك يا صديقي وتعال نشوف نهاية الدكتور وعصابته هتكون ايه. بس قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش اللايك والكومنت الجميل، ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا في معمل الدكتور يانغ، وبنشوفه وهو في حالة هستيرية بعد ما قتل زميله والمكان متبهدل ومجموعة من سحال التجارب في كل ركن، وبيجري على بنته اللي فاقدة الوعي وبيكون عايز يديها حقنة من تجاربه الجديدة علشان تقدر تعيش. وبيدخل عليه مجموعة من الشرطة بيحاولوا يمنعوه لأن بسبب تجاربه دي مات فوق ال100 شخص قبل كده. فيانغ بيحاول يقنعهم وبيقول لهم إن التجربة دي مختلفة وجربها على نفسه، وبيكون عايزهم يسيبوه علشان ينقذ بنته ولسه يحقنها بالتجربة. بس الشرطة بتضربه بالنار وفجأة زلزال مدمر بيضرب الأرض والعالم كله بيتدمر يا صديقي. وبعد فترة من الزلزال بنشوف وان وسط الخراب والدمار اللي في كل مكان وهو بيحاول يصطاد تمساح فبيضربه بالرمح، بس التمساح بيحاول يهجم عليه لحد ما بيجي نام، والمعروف انه صياد محترف وبيقتل التمساح. ونروح يا صديقي لسو وبتدخل عليها جدتها وبنعرف انهم عايشين مع بعض، وبتكون الجدة عايزة تروح تعيش في منطقة البساط لأنها قريبة من الناس والحياة شوية. فسو بتكون رافضة لأنها مش بتآمن للناس لأنهم اتعرضوا لحادث قبل كده وكانوا هيتاكلوا من آكل لحوم البشر. فالجدة بتنصحها إن مش كل الناس زي بعض، وزي ما في الوحش في الحلو. ونروح بقى لمنطقة البساط وبنعرف ان الناس من بعد الزلزال بتعاني من الجفاف فبيضطروا انهم يشربوا مية مش نظيفة، وبيجي وان ونام وبينادوا عليهم لانهم جابوا لهم الاكل. وطبعا يا صديقي الاكل ده بيكون التمساح اللي هم اصطادوه. المهم ان هنا كل شخص بيدفع لوان ونام حاجة علشان ياخدوا قطعة لحم من التمساح، بس ما بيدفعوش فلوس. يعني في اللي يديهم جزمة واللي يديهم طاقية واللي يديهم رز كده يعني. ومن ضمنهم ست معجبة بنام بس مش بيديها اي وش. وبتيجي الجدة وسو وبناخد بالنا يا صديقي في الخباثة كده ان الواد وان بيحب سو بس هي عاملة نفسها عبيطة. وبنعرف كمان ان نام ووان جيرانهم اصلا. المهم ان الجدة وسو بيدفعوا تمن اللحمة وبيخلصوا وبيمشوا، وفجأة بيدخل منطقة البساط عصابة وبيفهموا الناس انهم بوليس وجايين يقبضوا على شخص معين، وبيطلعوا صورته وبيبتدوا انهم يقبضوا على كذا واحد. المهم ان قائد العصابة بيشوف سو وبتعجبه وبيحاول يعتدي عليها وبيضرب الجدة، بس بيجي وان وبيدافع عنهم وبيضرب العصابة بس ما بيقدرش عليهم وبيمسكوا يرنوه علقة. بس نام بيجي وبيعمل مع العصابة الصح وبيقدر عليهم كلهم وبيمسك القائد بتاعهم وبيعرف منه انه تبع مجرم كبير اسمه تايجر، وبيعرف ان المياه النضيفة اللي معاهم من منطقة اسمها مبنى الشقق. وبنعرف ان تايجر كان منافس لنام في بطولة الملاكمة قبل كده بس نام علم عليه. المهم ان نام بيحذر زعيم العصابة انه يجي هنا تاني وبيسيبه يمشي هو ورجالته. وهنا بيكون نام ووان راجعين على بيتهم وبيتفاجئوا بمجموعة من الأشخاص شكلهم نضيف قدام بيت سو والجدة، فبيسألوهم هم مين. فالمعلمة كيم بترد عليهم وبتقول لهم إن هي وفريقها عندهم مكان أمان في منطقة اسمها سول، وهي قائدة ومعلمة لمجموعة متطوعين هناك، وهدفها إنها بتاخد أفراد عائلية زي الجدة وسو، ولازم العيلة دي يكون فيهم مراهقين علشان تحمي الشباب لضمان مستقبل البشرية بعد كده. وبيكون المكان ده فيه مية نظيفة وحياة مختلفة تماما عن الحياة اللي سو والجدة عايشين فيها. المهم ان نام ووان بيودعوا الجدة وسو، ووان بيدي لسو طاقية تفتكروا بيها وبيقول لها انهم هيزوروها، وسو بتديله الصورة ليه كانت رسمها له. وبالليل بنشوف وان بيتكلم مع نام وهو متضايق علشان سو مشيت، بس نام بيكون شايف ان ده احسن لسو وجدتها لان المكان هنا خطر عليهم. وبنعرف ان نام كان عنده بنت بس فقدها بسبب الزلزال والجوع والفقر اللي عايشين فيه. المهم ان نام ووان بيخلصوا كلام وبيخرجوا علشان يصطادوا، وبننتقل للجدة وسو وهم في طريقهم للعربيات اللي تبع كيم اللي هتوصلهم لمنطقة سول.
وبيقابلوا مجموعة تبع كيم ومعاهم عائلات متطوعين زي سو وجدتها، وبتتعرف سو على بنت من العيلة التانية اسمها جو، وبتكون يعتبر قدها في السن. وفي الطريق فجأة الجدة بتتعب، فكيم بتخلي 2 من رجالتها وتشوي يودوها مركز طبي تبعهم هي وراجل عجوز من المتطوعين. وبنشوف ان سو قلقانة على جدتها، بس كيم بتطمنها انهم هيرجعوا ياخدوا الجدة بكرة. وبعد شوية كيم والمتطوعين بيوصلوا للعربيات، فسو بتكون مستغربة وبتقول لهم ان العربيات كانت قريبة منهم، فليه ياخدوا الجدة للمركز الطبي رغم ان المسافة كانت مش بعيدة. فكون بيرد عليها، وده ظابط تبع كيم، وبيقول بمكر ان ما عندوش مشكلة يقعدوا يستنوا الجدة ترجع، بس الاطفال اللي من العائلات التانية بيكونوا تعبانين وجعانين وعايزين يرتاحوا. فطبعا ما بيبقاش قدام سو غير انها تروح مع كيم وتبقى تستنى جدتها ترجع من المركز. وبننتقل للجدة والراجل العجوز وهما مع وتشوي، وبيوصلوا المكان مهجور تماما، وهوب وتشوي بيرموا الراجل العجوز من مكان عالي وبيقتلوا الجدة. ووقتها وان بيشوفهم لانه بيصطاد مع نام في المكان ده وبيصرخ وبينادي على الجدة. وتشوي لسه هيهجموا عليه، بس بيجي نام وبيقتلهم. وبيروح وان يطمن على الجدة اللي بتكون خلاص ماتت، لكن الغريب ان وتشوي بيقوموا تاني رغم ان المفروض يكونوا ميتين. وواحد بيهجم على نام والتاني بيهجم على وان بيضرب تشوي اللي دماغه بتتخبط في صخرة كبيرة لكنه ما بيتأثرش، وبيقوم يكمل هجوم على وفجأة بيتعلق في حبل من رجله، بس المريب انه بيقطع رجله عادي وبيقوم يكمل. لكن بتيجي يون ودي هنعرف قصتها كمان شوية وبتقطع لتشوي راسه. وبالنسبة لسه هيهجم على نام لكن بيقتله وبيقطع له راسه برضه. وبعدها بيروحوا علشان يدفنوا الجدة وبيكونوا في قمة الحزن عليها. والصبح بنشوف كيمو ومعاها سو والعائلات وخلاص قربوا يوصلوا لمنطقة سول، بالتحديد لمبنى الشقق. وبننتقل لنام ووان اللي بيرجعوا ليون اللي بتكون طالبة مساعدتهم علشان ينقذوها هي وزمايلها والمتطوعين في مبنى الشقق. وبتبدأ إنها تحكي وبنرجع مع بعض كده لورا بالتحديد بعد الزلزال، وبنشوف يون هي وزمايلها في الطيارة الحربية، وبنعرف إنها رقيبة في القوات الجوية. وبعد الزلزال كانت بتدور هي وزمايلها على الناجين، وفجأة اكتشفوا مبنى الشقق ويعتبر هو المكان الوحيد اللي لسه ما تهدش، وبدأوا إنهم يعمروه ويبنوا فيه أماكن أكتر علشان يستقبلوا الناجين. وفي يوم اتفاجئت يون وزمايلها اللي من ضمنهم وتشوي ويكون ان دكتور يانغ داخل عليهم. ويا صديقي لو تفتكر دكتور يانغ ده اللي كان في اول الفيلم، المهم ان في الاول يانغ كان واضح عليه انه شخص كويس، بس بعد كده يون حست ان في حاجة غريبة ودخلت له مكتبه وسألته عن المراهقين اللي بياخدهم ووعد اهاليهم انه هيرجعهم تاني، ودلوقتي اهاليهم بيسألوا عنهم. فوقتها كون اتكلم وقال لها ان مستقبلهم افضل مع يانغ. وفجأة ضرب تشوي بالنار، وبعد شوية تشوي قام تاني، ويانغ وقتها حاول يشرح ليون فايدة تجاربه لكنها اتخانقت معاه هو وكون وهربت منهم. وبنرجع تاني للحاضر وهي يون بتقول ان يانغ بيعمل تجارب خطيرة على البشر، فنام بيقطع كلامها وقال لها ان دلوقتي كل همه ينقذ سو وبس. وعشان يا صديقي تكون معايا في الصورة ان وتشوي ما كانوش بيموتوا لان يانغ حقنهم بتجاربه، والطريقة الوحيدة علشان يموتوا هي ان تنفصل راسهم عن جسمهم او بضرب النار في راسهم. المهم ان هنا يوم بتقعد مع نام ووان وبتعرفهم ان المبنى متأمن جدا ومش اي حد يدخله، وبتقول لهم على خطة علشان يروحوا المبنى وينزلوا للسجن اللي محبوس فيه زمايلها علشان تنقذهم، ووقتها هم هينضموا ليهم وهيساعدوهم. وعلى الجانب الاخر بنشوف سو والعائلات وصلوا المبنى وبدأت كيم تفرجهم على المكان، ووقتها خرج يانغ ليهم وبدأ يعرفهم على نفسه ويطمنهم انه هيحميهم وهيوفر لهم اكل وشرب وحياة كريمة. وبتبدأ رجالة يانغ يوزعوا المية على المتطوعين الجداد، وفي ساحة كبيرة بنشوف عدد كبير من الرجالة وبيزعمهم 2 مجرمين كبار وهم تايجر وبونغ. ولو تفتكر يا صديقي ان تايجر ده اللي رجالته اقتحمت منطقة البساط ونام علم عليهم وعلى قائدهم. المهم ان العصابة دي بنشوفهم وهما بيهددوا شخص بمراته وبيضربوه،
وفجأة بيتخانق بونغ مع تايجر ورجالتهم بيضربوا في بعض، وفي اللحظة دي بيدخل عليهم نام ووان ويون. وأول ما تايجر بيشوف نام بيستحلف له، لأن كان نام سبب إنه يسيب الملاكمة ويخسر كتير قوي. ووقتها تايجر بيخلي رجالته وبونغ يهجموا على نام، بس نام ووان ويون بيقوموا بالواجب وبيطحنوا كل الرجالة اللي انت شايفها دي يا صديقي. وبعد شوية بيتفاجئ وان ونام ويون بالأسلحة اللي عند تايجر، ووقتها بيفضل نام يضرب فيهم ويسألهم هما جايبين الأسلحة والمية دي منين، وبيكون عارف إنها من مبنى الشقق، بس بيكون عايز يعرف وصلوا إزاي للمبنى، وده السبب اللي خلى نام يروح لتايجر. المهم إن في الآخر تايجر بيعترف لنام إنه عامل صفقة مع الدكتور يانغ، وهي إن تايجر بياخد منهم مية نظيفة مقابل إنه بيجيب لهم مراهقين. وهنا بقى يا سيدي بتكون وضحت، وإن عصابة تايجر راحت لمنطقة البساط علشان يجيبوا مراهقين ليانغ. وبعدها كيم بتاخد المتطوعين الجداد بما فيهم سو وعيلة جو، ووقتها كيم بتقول لهم ان جو وسو هينفصلوا عن اهاليهم وهيروحوا للطابق الثامن. وبتكون سو وعيلة جو مستغربين، بس كيم بتطمنهم انهم هيقدروا يشوفوا اهاليهم في اي وقت عايزينه. وسو وجو بيروحوا مع كيم، والعائلات بتروح مع ظابط وبيوديهم المكان اللي بيتفلتر فيه المية، وبيكون فيه مجموعة من أهالي المراهقين بيشتغلوا فيه. وفي الطابق الثامن بتشوف كيم وهي بتعرف سو وجو على الطلاب، وبتكون سو حاسة إن في حاجة غريبة وبتاخد بالها من الجرح اللي ورا ودن الطلاب. وبتبدأ كيم تشرح عن تطور جسم الإنسان، وإن الدكتور يانغ بيعمل تجارب جديدة علشان ينتج سلالة تقدر تعيش وقت أطول. طبعا يا صديقي كل ده كذب وتمهيد لكارثة كبيرة. المهم إن كيم بتاخد بالها إن سو مش مركزة معاها، فسو بتقول لها إنها مش مقتنعة بالكلام ولا بالتجارب دي، على عكس جو اللي بتكون متحمسة إنها تجرب. وبعدها بيدخل ضباط تبع يانغ وبيقدموا أكل ومية للطلاب، وبعد شوية بيدخل يانغ وبيقول لهم إن الأمل فيهم، وإنه مجهز لهم الأكل والمية دي ليهم مخصوص، وإنه بيبتكر لهم طرق علشان يعيشوا حياة أفضل. وهنا كيم توشوش يانغ في ودنه وبتشاور له على جو، وبيروح لها وبيقول لها انه عرف من كيم انها عايزه تجرب تجاربه الجديده، وبيحدد لها ميعاد علشان يختبرها. وقبل ما ينغ يمشي فسو بتناديه وبتساله عن جدتها، فبيقول لها بتجاهل انها هتيجي قريب، بس سو بتصمم تعرف مكان جدتها. فكيم بتتدخل وبتقول لها ان جدتها تعبت جدا وهتحتاج تفضل في المركز يومين 3. وبيكمل ينغ وبيطمن سو وبيقول لها انه هيشرف على حالة جدتها بنفسه، وبيطلب منها تشرب وتاكل وبيمشي. وفي اللحظة دي سو بتتأكد ان في حاجة غريبة وما بترضاش تشرب. وفي مكتب ينغ بنشوفه وهو بيحقن كون بمواد من التجربة، وبنعرف هنا انهم محتاجين عدد اكبر من المراهقين علشان ينغ يكمل تجاربه. وبالليل بتصحى سو وبتتسحب وبتخرج من الأوضة علشان تحاول تهرب، وبننتقل لأهل جو اللي بيسألوا عليها الضابط لأنهم عايزين يشوفوها، وبيقولوا إن كيم قالت لهم إن ممكن يشوفوها في أي وقت. فالضابط بيستغرب من كلامهم وبيقول لهم إن ممنوع يشوفوها أو حتى يروحوا للطابق اللي هي فيه. فأهل جو بيتخانقوا معاه وبيصمموا يشوفوا بنتهم. وفي ممر المبنى بنشوف سو وهي بتحاول تهرب، بس كان يانغ هيشوفها لكنها استخبت منه. وبيدخل يانغ لأهل جو وبينفعلوا عليه وبيسألوا عن بنتهم، فبيحاول يهديهم وبيقول لهم يجوا معاه مكتبه وهو هيخليهم يشوفوا جو. وفي مكتب يانغ بتدخل سو وبتفتح كتاب التجارب بتاع يانغ وبتقرأ فيه، وبعدها بتدخل أوضة تانية في المكتب وبتتفاجئ بجو اللي فاقدة الوعي ومتوصلة بجهاز، ومن الواضح إن يانغ نفذ تجربته عليها. وفي اللحظة دي بيدخل يانغ المكتب ومعاه أهل جو، ووقتها سو بتستخبى، وأول ما أهل جو بيشوفوها في الحالة دي بينهاروا، بس يانغ بيحذرهم إنهم يلمسوها وبيحاول يهديهم وبيقول لهم إن جو مهمة جدا لمبنى الشقق كله وهي المستقبل. وبيفاجئهم بالجزء العلوي من بنته في تابوت إزاز، وبيقول لهم إنه بيحاول يحييها عن طريق تجاربه، وإن بنتهم جو مهمة في التجربة دي. لكن أبو جو بيخاف على بنته ولسه هياخدها، لكن فجأة الجهاز بيحصل فيه مشكلة وما بيقدرش يانغ يسيطر عليه، وجو بتخرج حاجات من بقها وفي الآخر بتموت.
في وقتها يانغ بيمسك المقص وبيقتل بيه أبو جو بكل قوة وغل، ولسه أم جو هتهرب بس كون بيضربها بالنار. وبعد ثواني يانغ بيكتشف مكان سو اللي كانت شايفة كل اللي حصل ده، وبعد شوية بيحطها مكان جو علشان يعمل عليها تجربته. ووقتها سو بتقوله إنها عرفت إنه بيستخدمها هي والمراهقين كفئران تجارب علشان يعيش هو. وفي الوقت ده بنعرف الحقيقة من يانغ، وإنه بياخد من المراهقين مادة من الغدة النخامية، وبيختص المراهقين بالذات لأن المادة دي عندهم بتكون نشطة جدا بس محتاجة تعديل، علشان كده كان بيحط لهم مواد كيميائية في المية وبعدها بياخد المادة. في اللحظة دي سو بتسأله عن جدتها فبيفاجئها إنهم موتوها وبيبتدي يعمل تجربته. وعلى الجانب الآخر بنشوف نام وهو معاه تايجر وهم قدام مبنى الشقق، وتايجر بيفهم الحراس انه جايب مراهقين جداد ليانغ. فالحارس بيحس ان في حاجة غريبة وبيروح يتأكد من الصندوق الخلفي للعربية، وبيشوف يون ووان وهم مغطيين وشهم، وهوبا نام بيضرب الحارس وبيهجم على المبنى وبيدخل فيه بالعربية. وبنشوف الحراس والظباط وهم بيضربوا نار من كل حتة على العربية، وكيم بتقدر تتعرف على وان ونام، وساعتها كون بيقول لها تروح تبلغ يانغ. ووقتها كون بيبلغ رجالته انه يسيبوا يون تدخل السجن علشان تتفاجأ بالهدية اللي تحت. اما يون ونام ووان بيكونوا في معركة ضرب نار مع الحراس والظباط، وفي مكتب يانغ وهو مع سو بتدخل عليهم كيم وبتبلغوا اللي بيحصل، فبيقول لها انها تمشي وانه واثق ان كون هيحل المشكلة دي. وتحت في السجن بنشوف وان ونام ويون وهم بيفتحوا الزنزانة على زمايل يون، والمفاجأة ان زمايل يون بقوا مسعورين وشبه الزومبي وبيهجموا على يون ونام ووان. ووقتها يون ونام ووان بيتصدوا للهجوم ده وبيضربوهم بالنار لحد ما بيخلصوا عليهم تماما. ووقتها يانغ بيتكلم في اللاسلكي اللي في كل مكان في المبنى وهو خايف ومرتبك، وبيعرف السكان ان في مجرمين في المكان وبيحذر السكان انهم يخرجوا من اماكنهم، وبيوجه كلامه ليون ونام ووان انهم يخرجوا من المبنى وهيديهم فرصة يخرجوا. في وقتها نام بيرد عليه وبيقول له انه ياخد صوب العافية وبيكسر اللاسلكي. فيانغ بيكلم كون وبيقول له انه يحاول يمنعهم يدخلوا المكتب، وبيكمل يانغ تجاربه على سو. وفي اللحظة دي نام بيتصدى لهجوم الضباط والحراس بايده برجله بالسلاح. الصراحة الراجل عامل اللي عليه وزيادة. المهم انه بيتخلص من كل الحراس اللي في طريقه. وعلى الجانب الاخر بنشوف يون هي ووان وهم بيحاولوا يخلصوا على الحراس لحد ما بيحصل مواجهة بين يون وكون. وفي الاول كون بيعرض عليها انها تكون معاهم بس يون بترفض، وبتحصل بينهم مواجهة قوية وبيضربوا في بعض، بس كون ما بيتأثرش على عكس يون اللي بتفقد الوعي. وفي اللحظة دي وان بيوصل لمكان الطلاب، ووقتها كيم بتحاول تهرب منه بس بيجيبها من قفاها وبياخدها علشان توصله لسو وبيمشي وراها بالسلاح. وهنا بقى وان بيقابل كون وبيهدده انه لو قرب منه هيقتل كيم، فكون ما بيهتمش بكيم وبيقول له انها كده كده ميتة. وبيدخل في الوقت ده نام وبيقول لوان يكمل ويروح ينقذ سو وهو هيتعامل مع كون. وفي مكتب يانغ بنشوفه وهو بيحقن نفسه بالمادة اللي طلعها من سو، وبيروح لتابوت بنته وبيقول لها انه نجح وخلاص هينقذها. وفجأة يانغ بيتعب جدا، وقتها سو بتفاجئه انها ما شربتش المية اللي ادوها لها، فيانغ بينهار ولسه هيقتلها بس بيدخل عليه وان. فهنا يانغ بيهدده انه هيقتل سو، وبتيجي ظابطة تبع يانغ وبتضرب وان وبتوقعه على الارض وبتهدده بالسلاح. ويانغ بيأمر كيم انها تحط بنته في الشنطة علشان يهرب، وبننتقل للمعركة الحاسمة بين كون ونام وبينزلوا ضرب في بعض لحد ما نام بيقدر انه يفصل راس كون عن جسمه. وعلى الناحية التانية بيخرج المراهقين لأهاليهم بس بنشوفهم وهم حالتهم صعبة جدا وشبه الأصنام. وفي اللحظة دي لسه يانغ هيمشي بس بيلاقي نام في وشه وبيضرب كيم بالنار وبيقتل الظابطة، لكن بيقدر يانغ يهرب. وقبل ما يمشي كيم بتطلب منه يديها الحقنة زي ما وعدها، لكنه ما بيهتمش بيها وبيرمي قنبلة في الأوضة. ووقتها وان بيفادي نفسه هو وسو بالسرير اللي في المكتب. وفي الوقت ده يون بتكون فائت
وعلى الجانب الآخر بيقوم نام علشان يدور على سو ووان لحد ما بيلاقيهم. أما يانغ فبيخرج من المبنى وبيتلم عليه الأهالي وبيسألوه هو عمل إيه في عيالهم وبيحاول يبعدهم عنه، لكنهم بيمسكوا فيه فبيقول لهم إنه عايشهم حياة نظيفة مقابل تجاربه على عيالهم. فالأهالي ما بتستحملش وبيمسكوه يضربوه، لكنهم بيبعدوا عنه وبيخافوا لما بيلاقوه ما بيتأثرش. في وقتها يانغ بيمسك البندقية وبيفضل يقتل فيهم بشكل هستيري وبيجري على الشنطة اللي فيها بنته بخوف وبيفتحها وبيكون الجزء اللي فاضل من بنته اتشوه أكتر وبيفضل يعيط. وبيرجع وبيلاحظ إن جسمه بدأ يحصل فيه تشوهات غريبة، وفي اللحظة دي بيخرج نام وبينادي على يانغ، فيانغ بيكمل ضرب نار. فهنا بيخرج وان وسو يون، وسو بتقول ليانغ ان في الحقيقة انه ما نقصش حد ولا حتى بنته، فبيعيط وبيقول بخيبة الامل انهم دمروا كل حاجة ولسه هيضرب عليهم نار، بس نام بيسبقوا وبيقتلوا. وفي الوقت ده بيخرج باقي الاهالي. واخيرا الدنيا بتمطر بعد جفاف دام كذا شهر، وفي اللحظة دي نام ووان وسو بيودعوا يون اللي قررت تبدأ هنا من جديد. وبعدها بنشوف سو وهي عند مدفن جدتها ومنهارة من العياط. وبعد فترة بننتقل لمنطقة البساط بعد ما اتعمرت وبقت مكان حي، وبنشوف وان ونام وهم بيبيعوا اللحم، وبتيجي سو تقف معاهم. وفي اللحظة دي بتيجي الست اللي معجبة بنام وبتشاور له من بعيد انه يجي يشرب معاها كاسين، ووقتها سوان بيتحايلوا عليه انه يعبرها لكنه بيجري منهم وبيخلص الفيلم. وبس كده، سلام.